السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا جدا. القرنبيط معانا يبقى مقرمش ولونه حلو جدا. نجرب الوصفة كده مع بعض ونشوف. طبعا غسلنا القرنبيط بتاعنا كويس جدا، وهنجيب مية نحط فيها ملح وكمون، وهنحطها طبعا على النار. اول ما القرنبيط بتاعنا يتسلق ما يتهريش قوي يعني، هننزل عليه بالمية الساقعة، وعلى طول في طبق كده. وصفة سريعة طبعا. بيض على حسب الكمية اللي عندك. هنحط برضو كمون وملح وفصين توم كده، نص كوباية من الدقيق وشبت وبقدونس، وهنقلب الخلطة كده مع بعض. البيض على حسب الكمية اللي انت عاملاها، حط بيضتين 3 زي ما انت عايزة. هنقلبها كده لحد ما نخليها يعني القوام بتاعها معقول كده، كريمي شوية زي ما انتوا شايفينها كده. هنجيب بقى هنا كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من النشا، ونفس البهارات هنحطها، ملح وكمون وسبع بهارات، وهنقلب كله مع بعضه. طبعا النشا هيديله قرمشة حلوة قوي. الوصفة دي حلوة جدا للقرنبيط، للناس اللي ما بتحبش القرنبيط هتحبه. بالطريقة دي هتلاقيه مقرمش كده ولونه ذهبي وجميل، وان شاء الله الوصفة هتعجبكم. هنحط في الخلطة، وهنحط هنا في الدقيق والنشا، وعلى طول بقى في زيت سخن هننزل بالقرنبيط بتاعنا. الوصفة سهلة جدا وسريعة، وان شاء الله اكتبوا لي رأيكم زي ما بتكتبوا لي دايما، وجربوها وشوفوا ازاي هي هتبقى سهلة وحلوة، والقرنبيط هتحبوه بالطريقة دي جدا. هنا في زيت سخن على طول زي ما انتوا شايفين، عايزين لونه يبقى ذهبي كده. هنا سامعين، انتوا مش سامعين القرمشة طبعا، بس هي صوت القرمشة كان جامد جدا. انا بعمل لكم كده عشان تعرفوا ان هي بتقرمش. والوصفة بتاعتنا خلصت على كده، ولو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على خير.